تخيل معايا كده تصحى يوم من الأيام، مفيش صوت، مفيش ناس، مفيش زحمة، مفيش حتى نفس بني آدم حواليك. مش عشان الناس نايمة، لأ، علشان مفيش بشر خالص. كل بني آدم على وجه الأرض اختفى فجأة. ولا في حرب ولا وباء ولا انفجار، بس الناس كلها اختفت كأنهم اتبخروا. الشوارع فاضية والعربيات مركونة زي ما هي. كل الأكل اللي في السوبر ماركت على رفوف زي ما هو. مفيش حد بيشتري، مفيش حد بيتخانق، مفيش واحد متأخر على شغله، ولا حتى حد واقف في طابور البنزين. دلوقتي الكوكب ده بقى من غير بشر. فيا ترى ايه اللي هيحصل؟ هل الأرض هترتاح مننا؟ ولا في مفاجآت مستنيانا؟ تعال نعيش رحلة خيالية في المستقبل. مستقبل من غيرنا احنا، من غير البشر. في أول يوم بعد ما البشر يختفوا، الدنيا كلها هتبقى عاملة زي مشهد من فيلم خيال علمي. العربيات متسابة في نص الطريق، والقطارات متوقفة على القضبان، والمطارات مفيش ولا طيارة بتطلع ولا طيارة بتهبط. بس كان في طيارات كانت في الجو وقت ما الناس اختفوا، والنتيجة كانت سقوط جماعي للطيارات من السماء. لأن الطيارات كانت من غير توجيه، من غير تحكم، من غير حتى طيارين. المصانع هتفضل شغالة شوية، لكن مع الوقت من غير متابعة بشرية كل حاجة هتبدأ تتعطل. الكهرباء مثلا هتفضل منورة لحد ما المحطات تخرج عن السيطرة، واللي بيعتمد على البشر في التشغيل والصيانة هيقف فجأة. تخيل كده معايا الشوارع بالليل، مفيش نور، مفيش عربيات، بس ممكن تسمع صوت هوا بيعدي، أو كلاب بتنبح، أو حتى قطة بتصرخ في الضلمة. الكوكب لسه عايش بس من غيرنا. بعد مرور أسبوع الحيوانات اللي كانت عايشة حوالينا هتحس بحاجة مش طبيعية. الكلاب اللي في البيوت مش لاقية اللي يطعمها، والقطط اللي في الشوارع بتدور على أي بواقي أكل، والفيران هتبدأ تسيطر على الأماكن اللي كانت للبشر. الأبراج السكنية فاضية، والمولات الكبيرة مقفولة. بس مش مقفولة بمفتاح، لأ، مقفولة بالوحدة. الحشرات بدأت تنتشر، والبعوض والذباب زادوا جدا بسبب غياب النظافة. البنية التحتية كلها بدأت تتآكل من غير تدخل بشري، والأنابيب بتنفجر والحمامات بتفيض. المباني بدأت تهتز، بس لسه الدنيا في أولها. بعد مرور سنة كاملة، سنة من اختفاء البشر، الطبيعة بتقول أخيرا الكوكب رجع لي من تاني. الزرع بدأ يطلع في الأماكن اللي عمره ما كان بيطلع فيها. الرصيف اتغطى بالعشب، والحيطان ابتدت تتشقق وتطلع منها نباتات صغيرة. في وسط المدن الكبيرة شجر طالع بين العربيات، والغزلان بتجري في الطرق السريعة، والخيول بتمشي في الشارع كأنها بتفتكر أيام زمان. والأسود والنمور هربت من حدائق الحيوانات، وبقت بتدور على أماكن تعيش فيها براحتها، من غير قضبان، من غير حراسة، من غير جمهور يتفرج عليها. الكوكب فعلا بدأ يتنفس، ومفيش صوت غير صوت الطبيعة. واللي كان يوم ضايع وسط الضجيج رجع يسمع نفسه من تاني. عدت 10 سنين، والمباني العالية اللي كانت فخر البشرية بقت مهجورة ومتآكلة. ناطحات السحاب اللي بنيناها بحماس دلوقتي السقف بينهار، والزجاج مكسور، والحيطان كلها مليانة طحالب وخفافيش. والتماثيل اللي كانت بترمز لعظمتها بقت متغطية بالتراب، والميادين اللي كانت بتشوف ملايين بقت مقابر صامتة لآثارنا اللي بيختفي بهدوء. والخرسانة مش هتستحمل أكتر من كده، والكوبري اللي كنت بتعدي منه كل يوم بقى خطر يقع في أي لحظة. دلوقتي مفيش حد يقول للحيوانات تروح فين. الأسود بتمشي في المترو، والدببة نايمة جوه المولات، والفيلة بتعدي من فوق العربيات من غير ما تبص عليها. وأنواع الحيوانات اللي كانت مهددة بالانقراض بدأت تنتشر وتتكاثر من جديد. والغابات بقت بتمتد لحد قلب المدن، والمزارع اتغطت بالنباتات البرية. بمعنى أصح الحيوانات خلاص استلمت الكوكب. كمان السما دلوقتي بقت نقية، مفيش دخان مصانع، مفيش طيارات، والوز والبط البري بقى بيطير بحرية من قارة للتانية. الطيور المهاجرة بقت مش محتاجة تتفادى المدن أو الأبراج، وحتى الطيور الصغيرة رجعت تعيش في الأماكن اللي كان فيها إعلانات وشاشات عملاقة. وأصوات العصافير بقت أعلى من أي وقت فات، وكأنها بتغني للكوكب أخيرا اللي سكت فجأة. بعد 1000 سنة خلاص مفيش أي مبنى واقف. المدن بقت أطلال، وآثارنا بدأت تختفي واحدة واحدة. تمثال الحرية اختفى، وبرج إيفل أصابه الصدأ ووقع، والأهرامات لسه واقفة بس متآكلة بفعل الرياح والزمن. يمكن تلاقي عظمة هنا أو هناك، بس مفيش حاجة بتقول بوضوح إن في بشر كانوا هنا. وإحنا بالنسبة لأي حد على الكوكب بقينا لغز. بعد 1,000,000 سنة بقى من اختفاء البشر، البراكين غيرت شكل الكوكب تماما.
الزلازل دفنت مدن كاملة تحت الأرض، والقارات اتحركت، والحياة لسه مكملة، بس الكوكب ما بقاش فيه أي أثر لحضارة بشرية. حتى الأقمار الصناعية اللي كانت بتلف حوالين الأرض كلها وقعت واتكسرت واختفت بين الغلاف الجوي. ومن هنا في سؤال: بعد مليون سنة هل ممكن حد يعرف إننا كنا هنا؟ يعني لو كائنات فضائية نزلت الأرض ممكن يلاقوا أدوات أو شوية عظم أو آثار متحجرة، بس هل هيقدروا يعرفوا إننا كنا بنحب وبنحلم وبنحارب وبنبني؟ هل هيقدروا يعرفوا يعني إيه إنترنت؟ أو حتى إحساس الفرحة في حفلة؟ أو حتى ضحك طفل صغيرة؟ كل ده صعب جدا، لأن كل اللي احنا اتكلمنا عنه ده اختفى معانا كبشر. طيب والتكنولوجيا اللي احنا وصلنا لها، الكمبيوترات والروبوتات والذكاء الاصطناعي والمفاعلات النووية، كل ده هيختفي برضه؟ الإجابة أيوة للأسف. التكنولوجيا من غير بشر هتبقى مجرد خردة. أجهزة الكمبيوتر هتبطل تشتغل بعد ما الكهرباء تقطع، والأجهزة الذكية هتتفكك وتتآكل بفعل الزمن، والروبوتات اللي كانت بتشتغل بدقة هتقف من غير تحديثات، من غير شحن، من غير حتى هدف. حتى المفاعلات النووية واللي كنا شايفينها قمة التقدم ممكن تنهار أو تتسرب منها مواد خطيرة لو مفيش صيانة ليها، وساعتها الكوكب ممكن يتضرر من تكنولوجيا إحنا اللي صنعناها، وبعد كده اختفينا قبل ما نتحكم فيها كويس. طيب لو البشر اختفوا، هل ممكن تظهر كائنات تانية ذكية؟ يعني مثلا هل ممكن الحيوانات تتطور وتوصل لدرجة ذكاء الإنسان؟ العلماء بيقولوا إن ده ممكن، بس محتاج ملايين السنين. ممكن الشمبانزي أو الدولفين يبقى عندهم حضارة في المستقبل، يبنوا مدن، يبتكروا لغة، يصنعوا أدوات. بس السؤال هنا: هل هيكرروا نفس أخطائنا؟ ولا هيتعلموا من بقايا اللي سبناه؟ هل هيقدروا الكوكب أكتر مننا؟ ولا هيبدأوا من الصفر من غير ما يعرفوا مين كان موجود قبلهم؟ وآخر سؤال ممكن يخطر في بالك: هل في احتمال إن البشر يرجعوا تاني؟ يعني مثلا لو حصلت كارثة مؤقتة وفضل شوية ناس عايشين في أماكن منعزلة، هل هيقدروا يعيدوا بناء الحضارة؟ هل في حد ممكن يلاقي كتب، أدوات، أو أي حاجة تفيده يرجع بيها العلم من الأول؟ في الحقيقة العودة صعبة بس مش مستحيلة. لو البشر فضل منهم عدد كافي ممكن يعيدوا بناء العالم، بس يمكن بطريقة مختلفة، بطريقة ممكن تكون أذكى أو أهدى أو أكتر احتراما للأرض. ويمكن في المرة الجاية ما نخليش الكوكب يندم إن هو شالنا قبل كده. في الآخر كل اللي بنيناه راح، كل حكاياتنا اتحولت لتراب. بس السؤال الحقيقي: هل كنا عبء على الكوكب ولا كنا جزء من جماله؟ هل الأرض بقت أحسن من غيرنا ولا فقدت شيء مهم جدا؟ اكتب لي رأيك في التعليقات. ولو الفيديو ده شدك ما تنساش تعمل لايك وتشاركه مع أصحابك، واستناني في فيديو جديد من سلسلة معلومة وحكاية. وبس كده، دعمك ليا لايك وشير، ولو انت على اليوتيوب اشترك في القناة وما تنساش تشوف الحلقات اللي فاتت.